هذا ما عرف حد فين غادي يموت، ثم اللي كتب الله سبحانه عز وجل سبحانه وتعالى. اذا لا ما نذكروا على الاخطاء ولا هذا قضاء الله وقدره. ولكن اللي جميل هنا شنو هو؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ونقولها كذلك احنا معهم، انا لله وانا اليه راجعون. حنا ديال الله وحنا غادي نرجعوا عنده، هذه المعنى ديالها، حنا تاع الله سبحانه عز وجل وحنا غادي نرجعوا عنده. فبالتالي هاد الناس هادو اللي وقع لهم هذا الحدث كلهم باستثناء ما سدوا حتى حد، كلهم الله تعالى بشرهم بشي حاجه عظيمه عنده سبحانه عز وجل. وهذا الرجل العظيم هذا شهيد من الشهداء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه قال لهم من هم الشهداء؟ قالوا لي الذي مات في سبيل الله. قال لهم اذا قليلون خصكم تكثروهم، قليل هذا الشيء اللي قلتوا. ولكن ذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 5 وفي روايه 7، منهم مطعون، منهم المبطون، ومنهم الغريق، وهذا واحد منهم. الله تعالى سبحانه عز وجل الله تعالى يتقبل في الشهداء. الشهيد يشفع ل70 من اهله، 70 و70 عند الله سبحانه وتعالى، الله اعلم. وبالتالي حتى احنا ملي كنقلبوا على من يشفع لنا فيشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفيع ديالنا الكبير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، نصليو عليه ونكثروا عليه الصلاه ديالو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد باش يكون شفيعين. الا سمعنا الاذان، إذا سمع الأذان كيكون دعاء ديال الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لي هذا الدعاء حقت له شفاعتي يوم القيامة. إلى راه سهلة إلا بغينا نشفع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إذا شهيد كيشفع من الأهل ديالو، من الأهل ديالو. حتى احنا كذلك نقلبوا على الشفعاء اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يشفع لنا. وملي كنسمعوا الاذان اكيد غادي نلتحقوا بالمسجد. الله يجزيكم بخير جميعا. نلتحقوا ببيت الله سبحانه عز وجل. الله تعالى ما بغى منا والو، ما خلقت الجن والانس الا العباده ديالها 5 صلوات راه ما كثرش منا، الصبح الظهر المغرب والعشاء والعصر. الصبح الظهر العصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات ماشي كثيره. ولكن حنا كنستكثروها صلاة عليه يرحم هذا المؤمن هذا ويلحق بالصالحين ويرحم جميع اموات المسلمين في هذه المقبره الكريمه. هذه الناس اللي حاضر الله يتقبل شفاعتهم، الله يتقبل الحضور ديالهم، الله يتقبل شفاعتهم في هذا الرجل. موتانا والجميع اللهم اغفر لهم وارحمهم. هاد الناس كلهم اللي ماتوا في هذه الفيضانات وقبل منه وبعد منه صلاة عليه يرحمهم ويسقنا هذا النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم. الله يصبركم اخويا. ابراهيم هو احمر بن ساكن التسكين احمر بن بغيت تقول لي مدنين. الله إذن وبذلك مشاهدينا الكرام كانت هذه جنازة صديق الحافل الذي تم العثور عليه على بعد 30 كيلومترا من مدينة طاطا. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.